اخر نجم لمع في سماء الحريه. يا عم مش ده. ايوه هو ده بطل حلقتنا النهارده. ما بيحبش انه يتقال عنه ناشط سياسي، لان زي ما احنا عارفين من بعد 2011، ايوه هي 2011 هي اسمها كده، ظهر عندنا اكتر من 90 مليون ناشط. طبعا احمد دومه يعني بيحب ان هو يكون مميز كده، ما بيحبش ان هو يبقى واحد وسط القطيع. انا شغال كاتب صحفي اكل العيش يعني في جريدتين مصريتين وجريده عربيه. كل الناس بقوا نشطة سياسيين وده مش يعني ليس لائقا. احمد دومه يا جماعه كمان اللي كتير مننا ما يعرفوش ان هو شاعر مميز جدا، يعني هو بيفهم في الشعر على كده. ده انا مربياه على الشعر الاصيل من وهو قد كده. احمد شوقي، حافظ ابراهيم، علي. طب ما تسمعنا حاجه كده يا ابو دومه. ماذا فعلت لكي تميتي بسمتي ولتستبيحي فرحتي بجفاك؟ تتمتعين إذا رأيت مدامعي. هي حلوه، بص هي حلوه، ما اقدرش انكر ان هي حلوه، ولكن يعني ليه الحزن دلوقتي؟ احنا لسه دلوقتي خارجين من السجن ومبسوطين وحياتنا حلوه، عايزين بقى حاجه ايه فيها تفاؤل، فيها امل، فيها حاجات حلوه تبهج كده. عايزين ابهجنا يا احمد، ابهجنا يلا سمعنا. ما تدمعيش رغم البراكين اللي بتفجر جبال الذكريات، وبقنتي اقوى من رصاص الغدر وتحدي السكات. قطع كل جوارح قومي جزءا من منشاري، لا تتوقع اني يوما ابعث حتى اغفل عالي. احمد سعد دومه، ابوه اتسمى على اسم جده. الحقيقه انا ده مالوش اي علاقه بالموضوع الحلقه، ولكن زي ما انتوا عارفين انا بحب اتدخل في الحياه الشخصيه للناس، يعني احب اسال جده سعد لو لسه عايش وليه سميت ابو احمد سعد. طب يا جماعه هو فريق الاعداد بيقول لنا ان هو جده سعد سمى ابنه سعد برده على اسم الزعيم الكبير سعد زغلول، وده كمان بيفهمنا يا جماعه العلاقه بين ان احمد دومه طالع سائر كده ويعني مش هقول اكتر من كده. هي برده يا جماعه ان هو عيد ميلاد احمد دومه يتوافق برده مع ضرب مبنيين التجاره العالميين في امريكا اللي هو حصل في 16 سبتمبر. برضه احمد من صغره هو اجتماعي جدا وبيحب الناس، ودايما كان بيحب يستكشف كل حاجه في الحياه، لدرجه ان ابوه قال له يا ابني انت طول ما انت عمال تستكشف في الحياه كده وكل حاجه مش سايبها في حالها، هتفضل تستكشف لحد ما توصل للسن ال 25 هتحس بالملل، هتحس ان انت خلاص يعني جبت كل حاجه في الحياه وعرفت كل حاجه. مش كده يا ابني، خلي شويه لبكره يا ابني، انت مجنون كده، انت دحيح قوي. ليه كان دحيح قوي يا جماعه وهو صغير؟ مش في المدرسه طبعا، كان دحيح في الحياه، كان دايما بيقعد يدور على اي حاجه يسمع. انا سمع حد بيقول اشتراكيه يروح يعمل بحث يعني اشتراكيه، وما يمنعش ان هو يقعد فيها شويه، يروح حزب الاشتراكيين يقعد معاهم شويه، ينزل بقى على قهوه الحريه يقعد فيها شويه. سمع بقى عن الشيوعيه، يروح مثلا يفرط سجاير كليوباترا مثلا برضو عند قهوه شامبليون عند عم صالح شويه. احمد يا جماعه الحقيقه يعني ما حبش يمشي في التيار ده ولا ده يعني، وكان دايما حاسس ان هو فريد من نوعه، له كده ايديولوجيه اسمها ايديولوجيه احمد دومه. يا ريت يا جماعه برضو في الكومنتات تكتبوا لنا ايه اللي تعرفون عن ايديولوجيه عن ايديولوجيه احمد دومه. ودايما احمد يا جماعه كان عنده مبدا ماشي عليه طول حياته، خلقنا لنعترض. اخر حاجه احمد جربها كان ان هو يبقى اخوان. الحقيقه انه كان مخلص جدا يعني للجماعه، لكن في 2008 طردوه من رحمتهم لما عرفوا ان هو انضم لحركه 6 ابريل. انا كنت واحد من المكلفين بالتنسيق مع جماعه الاخوان، كنت بروح قعدت 7-8 ايام بروح مكتب الارشاد كل يوم الصبح وبرجع اخر النهار عشان نقول لهم ده الاضراب ودي الاهداف ودي الاليات ودول الناس المشاركه وكل حاجه من التساؤلات. بعدها مباشره طلع محمد مهدي عاكف وقال احنا ما بنمشيش ورا شويه عيال. يا ريت يا جماعه تقولوا لنا 6 ابريل دي كانت بتعمل ايه. انا سمعت عنها صراحه، انا في الفتره دي كنت في الجامعه كنت بذاكر صراحه، ما حضرتش الايام دي، فلو حد عنده اي راي عن 6 ابريل يقول لنا في الكومنتات. احمد كان مشهور في الكليه بسبب شعره الجميل، يعني زي ما قلنا ان هو كان شاعر وفي نفس الوقت كان معروف بحسه المرهف. يعني بصوا يا جماعه على ملامحه البريئه هتحسوا يعني مش هو ده الشخص اللي تحسه شقي كده وقبضاي وبتاع مشاكل كده ومش ساكت في مكانه، لا وشه بيبي فيس بيشر براءه قسما بالله. بصوا عينيه لا كطفل والله العظيم يا جماعه ملامحه بجد بيبي فيس، حد كده فظيع في جماله. شبه مين؟ حسين صدقي في شاطئ الغرام. فكان دايما يعني محطوط ان هو مطمع وتارجت لبنات الكليه. كان دايما يا جماعه يمشي في الكليه كده موقف الجامعه كلها على رجل، مش الحقوق بس، كانت الجامعه كلها واقفه على رجل. يمشي من هنا يلاقي اللي تقول له انا بحبك قوي يا احمد، انا بموت فيك يا احمد، انا بكراش عليك يا احمد، عرفت ان انا وسيم. واللي تروح تقول له عايز اعرف ايه الفرق بين القافيه واللي مش قافيه والسجع وما السجع، طبعا عشان هو شاعر تمام، فالبنات بتقعد تجري وراه وتقعد تسمع له في الندوات الشعريه بتاعته. شهير دي بتاعت مصطفى قمر. يا حبيبي خدني معاك. واحمد طبعا عشان هو واد دماغه شغاله يعني ومش عيل كده هفا، كان بيستغل ده في ان هو يخلي البنات تروح تأيده في الانتخابات بقى، الاتحادات الطلبه بقى والحاجات اللي احنا عارفينها دي، يعني يروح يعمل لها فيديوهات ويقول لها قولي بقى يا سكره هخطبك.
هخطبك، بس قولي لي انا او ايد احمد دومة لاي اتحاد بقى. هو علشان هو راجل عنده علم بالسوشيال ميديا وتاثيرها على الناس، كمل الموضوع ده عشان يبين ان هو واد كده جامد ومقطع السمكه وديلها. عمل اكونت على تويتر وسماه صائد الفراشات. طبعا يعني مفهوم يقصد ايه بالفراشات؟ اكيد مش الفراشات اللي بتطير دي. كان بيقعد بقى ينزل الاشعار بتاعته بقى والحزينه طبعا، علشان خاطر عارفين طبعا انتوا الفراشات بتحب الحاجات اللي هي مليانه شجن وحزن وكده يعني. هو كان عايش دور بقى ايه، امير الاحزان ويعمل لدى مدرسه الحب والكلام اللي احنا بنشوفه ده. طبعا ده 2008 يا جماعه، يعني احنا نفسيا لا هو اكبر مني بكتير. عنده كام سنه اكبر مني؟ مش هقول اكبر مني بكام سنه. المهم يعني كنت انا وقتها لا برضو ما بقولش على سكر اوكر، كنت كبرت. ما علينا. احمد كان فعلا شخص عنده ولاء ووفاء، وما حبش غير بنت واحده بس، وهي اللي اتجوزها فعلا، وكانت قصه حب معروفه في الوسط كله. سنه 2009 يا جماعه كانت هي لحظه التحول في حياه دومة. مش التحول بس، التهور بقى يعني بقى جنون الشباب بقى والعنفوان ظهر وهو عنده 24 سنه تقريبا. كبدايه كده بسم الله الرحمن الرحيم وانت رافع ايدك، عمل كده حمله توقيع ضد الرئيس الراحل حسني مبارك. الحقيقه بقى ان هو بعدها على طول يعني دومة اختفى، محدش عارف عنه حاجه. وشك مش عاوز اشوفه هنا تاني. انا ماليش وش يا باشا، هعتبره قفا. بعد ما خرج من الحته اللي هو كان فيها، الله اعلم كان فين يعني. هتقولي مثلا طبعا ان هو بعدها اكيد كان كده في حته وهدي وبطل يعمل مشاكل وان هو يتكلم في السياسه. اقول لكم لا بالعكس، صحي واهله في سنه 2009 على خبر ان دومة تم اعتقاله على حدود قطاع غزه. طب انت ايه يا ابني اللي موديك يا ابني؟ تقعد يا ابني في بلدك يا ابني وتكن يا ابني وتهدى يا ابني وتتجوز وتخلف، ليه كل الشقاوه دي على فكره انت قلبك قلب قصايه وعامل شيرز عشان تبقى فاهم. بعد 2011 الشهره كانت بتجري ورا احمد، لان هو كان من اكتر الشباب المشهور لائتلاف الثوره. شهرته كانت بسبب احداث مجلس الوزراء واحداث المجمع العلمي، وانتشرت فيديوهات لدومة وقتها ان هو بيعترف بالمشاركه في حرق المجمع العلمي. لا ما انا هقول لك اعتراف مهم على الهواء، اعتبر ده اعتراف لو كان ده مهم. انا احمد دومة اعترف ان انا كنت بمسك ازازات مولوتوف وبحدفها على ده. لكن على المجمع؟ لا مش على المجمع. لكن كان في تصريحات كتير ظهرت وقتها ان هو ما اعترفش، زي ما انتوا بتقولوا يا جماعه انتوا بتتبلوا على الراجل وبتفتروا عليه. ده جزء مقتطع من سياق كامل كان هو بيتكلم فيه. هذه الجمله يمكن ان تدخل في سياق انفعال لفظي ما اشياء هو عمليه اجتزاء او اجتزاء جمله من سياق حلقه كامله كانت تناقش احداث مجلس الوزراء. احمد دومة يا جماعه يعني مصري وجيناته مصريه اصيله، دمه حامي جدا، ويعني ايه بيتعصب كده ويتجنن لما بيلاقي اي حاجه بتمس ولاد بلده. في ابريل 2012 بعد ما اتحبس المحامي احمد الجزاوي في بلد شقيق، طلع احمد دومة وقتها قدام السفاره دي. اعتصامنا النهارده الشعار اللي هيترفع بيه حتى لو تم الافراج عن احمد الجزاوي لانه حق وليس عفوا ولا منا من احد. دومة اتحبس تاني في ديسمبر 2013 بسبب ان هو اتظاهر من غير تصريح. وقتها يا جماعه قضيته القديمه اللي هي بتاعه المجمع العلمي ما كانتش لسه اتقفلت، فظهرت ادله جديده ضد احمد، وهو فيديو متقدم من واحد اسمه هشام الشاذلي. الفيديوهات دي كانت سبب في ادانته لحد ما حصل على العفو الرئاسي اخيرا. احمد في الحبس يا جماعه اصحابه وكل الناس اللي كانوا موجودين معاه كانوا بيقولوا ان هو كان جدع جدا مع الناس، ما كانش بيرضى ينزل كده يتمشى في الشمس يعني مع الناس وكده زي ما هو معروف في السجون، الا لما كان يطمن على كل زمايله. حد مثلا من اهله جاب له كيلو فاكهه لازم برضه يوزع على الناس اللي حواليه، برضه يعزم عليهم اتفضل وكده يعني. حد جاب له مثلا عروسه سجاير برضه كان بيفرط لهم، يعني فعلا كان اشتراكي حتى في السجن. طب هو كده بقى يعني كل في السجون اشتراكيين، ما هم كلهم بيفرطوا سجاير مع بعض. صح، الا الاخوان مش اشتراكيين صح. احمد برغم ان هو كان يعني في السجن الا انه كان متابع كل الترندات اللي كانت بتدور بره، لانه يا جماعه يعني كان عنده تلفزيون يعني في قلب دي معلومات سريه طبعا. انتوا عارفين ان الزوزه ما بتحبش تسكت، بتحب تقعد تدور على الحاجات اللي هي ايه محدش يعرف. لا يا جماعه من الواضح ان دومة ما كانش متابع كل الترندات، بس انا اعتقد يا جماعه ان هو ما كانش فعلا مهتم بالترندات اللي هي في الوسط الفني والكلام ده، لان هو كان مجنون بين سبورت. تسال اي حد يا جماعه فين احمد دومة، انا مش شايفه موجود بيتمشى ولا شايفه في المطعم، يقول لك يا عم ده فاتح بين سبورت. بيعمل ايه على بين سبورت؟ بيشجع محمد صلاح ابن بلده. كان مجنون يا جماعه ماتشات ليفربول، مجنون كده، ما يقلبش الشاشه من على بين سبورت. لحظه اصابه صلاح في نهائي ابطال اوروبا كانت من اصعب اللحظات القاسيه اللي مرت على احمد دومة، يمكن اصعب من لحظات سجنه كلها بجد. اتاثر جدا، وكان دايما بيقعد يسال يا جماعه حد يكلم لنا حد في ليفربول، حد يتصل بانجلترا، فين منظمات حقوق الانسان؟ المفروض راموس ده يتعاقب. هاتولي دلوقتي رقم بجد رئيس المنظمه، لازم اللي ضايق ابن بلدي ياخد جزاء. حقيقه ان في سبتمبر 2018 اتفاجئ دومة طليقته، يعني هي كانت مراته وقتها كانت لسه عنده من اسبوع، اتفاجئ ان هي جات له بسرعه بعد اسبوع، فقال لها ايه يا حبيبتي خير، انت لسه زيراني من اسبوع يعني انت خلاص بقيتي تحبيني قوي كده مش قادره على بعدي اسبوع؟ فقالت له لا الصراحه انا مش عايزه اقول لك على الكبيره احنا هنتطلق. فهو قال لها قوي انا كده حبيبتي يعني هو اكيد ما قالهاش حبيبتي بس انا بحب احط توابل زي ما انتوا عارفين. وقال لها
عادي يا حبيبتي انا كده كده ما عادش عندي طاقه خلاص للعلاقه دي. احمد بعد ما طلع من السجن والده بيقول ان هو مش هيتكلم في السياسه تاني خالص، وان هو هيركز في الشعر والادب بس. هو فعلا يا جماعه الحقيقه ان احمد كان مستغل وجوده يعني فتره الحبس بان هو الف كتابين، وحاليا ماشي في ان هو يخلص كمان كتابين. لكن انتوا تفتكروا معايا ان هو بعد تصريح عمه بدومه دلوقتي هل احمد هيسمع كلام باباه وما يتكلمش في السياسه تاني، ولا هيصغره بقى قدام الجماهير بقى؟ خلينا بقى في الايام اللي جايه هنعرف. احب اقول لاحمد بدومه في الاخر الف سلامه عليك. انا سمعت ان انت عندك التهاب في المفاصل يعني وعندك مشاكل في الكلى، الف سلامه عليك وتقوم بالسلامه باذن الله وتتجوز تاني ونفرح بيك ونشوف عيالك. كل الحب.